هلو. السلام عليكم خوتي، مرحبا بكم في قصة جديدة في هذه القناة. الليلة غادي نعاود لكم واحد القصة ماشي بحال القصص اللي مولفين كتسمعوني كنعاود لكم، ماشي على الديور المسكونة ولا على الجن والعفاريت ولا حتى على الأماكن المهجورة. هاد القصة على الانترنت، على داك العالم اللي كلنا غارقين فيه، واللي يمكن كيبان آمن ولكن راه فيه بزاف ديال الأماكن المظلمة. تخيل معايا حياتك كاملة مربوطة بجهاز، الصور ديالك، الأسرار ديالك، كلامك مع صحابك، حتى الضحكة إلا ضحكتيها في الزنقة، كل شي ممكن يتحفظ. ولكن السؤال اللي كيخلع هنا هو شكون اللي ممكن يكون كيشوف فيك وانت ما عارفش. القصة بدات بواحد الملف صغير عادي بحال أي ملف كان تيليشارجيوه من الانترنت، غير هو كان عنده واحد الاسم مختلف. الملف كانت مكتوبة فيه do not open .zip، يعني ما تحلش. ولكن بحال العادة الإنسان ديما كيبغي يجرب الممنوع، كل ممنوع مرغوب. وهذا الفضول هو اللي جر لينا بطل ديال القصة لواحد العذاب اللي ما عمرو كان كيتخيلو. غادي نوريكم كيفاش حاجة صغيرة بحال هادي قلبت الحياة ديال البطل القصة الجحيم، من مجرد إشعار صغير في البيسي ديالو حتى وصل الفيديوهات اللي كتسجل بلا خبارو. وجد ليا راسك، طفي ليا الضو، ديروا ليا لي زيكوتور وخليو ليا بالكم معايا، حيت القصة ديال اليوم غادي تخليك تعاود تشك في كل إشعار كيجيك في التليفون ديالك ولا في الحاسوب ديالك. اش غنقول لكم الدراري، كلشي بدا في واحد الليلة اللي عادية بحال قاع الليلات. كنت جالس في البيت ديالي، الضو مطفي، من غير الضو ديال البيسي هو اللي كان شاعل قدامي، وانا كنت غارق في البحث في المواقع. من صغري وانا ديما عندي هاد الفضول، ديما كنقلب على المواقع اللي ما كيدخلوش ليها الناس بزاف، شي ارشيفات قدام، شي منتديات اللي مات ليها الحوت، وشي صفحات ديال الانترنت اللي ما كيبانوش في جوجل. هذاك النهار اللي غتوقع عليا فيه هاد القصة، لقيت راسي داخل لواحد الموقع غريب بزاف. كانت الفون ديكرون ديالو كحلة، وكانت في الوسط ديالها واحد الكتبة بالابيض بحال شي شفرة، بحال شي رموز، ولكن ما كان فيها لا صورة لا إعلان ولا حتى شي حاجة. كانوا غير كلمات مفرقين ووسطهم أرقام بحال شي واحد كيكتب شي كود. وانا هكا كنت نقلب في وسط الروابط اللي كاينين، عيني طاحوا لي على واحد السطر ديال واحد الملف مكتوبة فيه do not open .zip. صراحة بقيت جامد واحد الثواني، حتى شوية بديت كنضحك وقلت في خاطري واخا كتقولوا لي ما تحلوش، بالعكس انا عاد غادي نحل ونشوف شنو كاين. انا راكم عارفين الفضول ديالي ديما تيغلب على اي حاجه. تما هزيت لا سوغي وكليكيت على تيليشارجمون. داك التيليشارجمون اول مره كتيليشارجا ليا شي حاجه في البيسي اللي بواحد السرعه اللي ما يمكنش. بالزربه دخل داك الملف عندي البيسي ديالي، ما عطانيش شي وقت باش نتسنى، دغيا بالزربه مع كليكيت مع دخل. من بعد الملف تحل بوحدو بلا ما نضغط على حتى شي حاجه. شويه حتى كطلع ليا واحد الشاشه اللي كحله، والوسط ديالها مكتوب بخط كبير الخط كان في اللون الابيض، مكتوب راك مراقب. انا الصراحه في هذيك الوقيته جمدت في بلاصتي بحال شي واحد ميت، ما قدرتش نحرك حتى لا صوغي. قريت الكلمه مره وجوج وثلاثه وبقيت هكا كنعاود نقرا فيها بحال الا كنت في المخ ديالي كنتناقش مع راسي وتنقول راك مراقب، راك مراقب. صافي واحد شويه وبديت كنبتسم، قلت صافي، بديت كنبتسم باش نغطي على الخلعه، وقلت مع راسي واضح هذا غير شي فيروس ولا شي سكريبت صغير كيتسلى به شي هاكر شاد بين الستون وصافي، ما كاين والو. المهم جربت نسد هذيك لا فونيتر بالالت بلس اف 4، ما بغاتش. بغيت نخرج درت كنترول ال تي ديليت، والو، الجمله باقا ثابته قدامي ما تحركاتش. وانا نقول مع راسي غيكون غير شي فيروس ولا شي حاجه، اللهم نطفي البيسي كامل. ونمشي كليكيت على البوطونه ديال ملي كنطفيو البيسي ونطفيه. صافي طفيتو ومشيت قلت غنعس.
ولكن غير حطيت راسي على المخدة وانا مغمض عيني بقيت كنقول مع راسي راك مراقب، راك مراقب. عرفتي شويه تنحس بداك الصهد وداك الاعصاب بداو تيدوروا ليا في الراس ديالي والعيا، حتى لقيت راسي نعست، داني نعست حتى الصباح. المهم فاش فقت في الصباح قلت غادي نهز البيسي غنحلو ونتاكد. فعلا داكشي اللي درت، شعلت البيسي بديت كنقشش فيه، تيبان ليا كلشي عادي. الملفات كاملين اللي كاينين عندي في البيرو كما هما الواجبات اللي كانوا عندي كنقادهم، الصور، البرامج. وانا نتنفس واحد شويه وقلت يمكن كان غير شي فيروس صغيور وطار. ولكن وانا غادي نسد الاكسبلوري عينيا طاحت في وسط ليكران. وسط دوك الايقونات كان كيبان لي واحد السيد واقف وكاين واحد الصف ديال التلاميذ صغيور ومكتوبه دو نوت اوبن. ماشي زيب هاد المره، ماشي ايقونه عاديه، غير الاسم بيض بحروف كبار وكيضوي فوق باقي الملفات. المهم حطيت يدي على لا سوغي، جربت نحددو ومبغاش يتحدد، بحال مطبوع في البيرو ديال البيسي. درت ريفريش، الايقونات كلهم كيتحركوا وتيرجعوا بلاصتهم والاسم باقي كاين تمايا. ضحكت واحد الضحكه صغيره قلت هذه جديده، وهذا هاد اللعب هذا زوين صراحه. ولكن في داك الضحك كان في الداخل ديال قلبي واحد الرعشه صغيره. صافي سديت البيسي وقلت ما عندي ما ندير به دابا، خليتها من بعد نشوف. صافي كملت، هزيت البيسي ديالي ومشيت لافاك. دوزت نهاري كامل غير في المحاضرات ديالي، والمخ ديالي كاع ما كان معايا. كنت غير كنفكر في هذاك الملف كيفاش بوحدو خرج ليا وكيفاش طلع لي ديك الكلمه ديال راك مراقب. ما بقاتش بغات تمشي لي من البال ديالي هاد الكلمه هادي. المهم بعد ما ساليت نهاري، واحد النهار اللي كان عييت فيه بزاف ما بين القرايه ما بين بزاف ديال الحاجات كنديرهم، رجعت للدار في الليل وانا عارف بلي هذاك الفضول ديالي ما غيخلينيش نعس واخا عيان. عارفه بانه غادي يجرني عاوتاني باش نحل هذاك الملف ونشوف شنو فيه. ولكن اللي ما كنتش عارف هو ان هذه غير البدايه. صافي يا هذيك جلست تعشيت واحد العشاء خفيف. صافي قلت مع راسي ما نعطيش الملف بواحد القيمه اللي كبر منه، وغادي نحل البيسي ديالي بحال العاده ونكمل خدمتي. وفعلا داكشي اللي كان. خدمت البيسي، تيبان ليا سطح المكتب ديالو فيه الايقونات كاملين، كروم، وورد، ملفات ديال الدروس ديالي. ولكن في الوسط ديالهم هذاك الراجل واقف ما كيتحركش، مكتوبه دو نوت اوبن. انا صراحه ما قصتوش، قلت عادي غادي نخليه بلا ما نتسوق ليه حتى لشي نهار اخر. وانا نحل الكروم بقيت كنقلب على المراجع ديالي وعلى الدروس اللي خاصني نكملهم. ما فاتش واحد ربع ساعه حتى تيطلع لي واحد الاشعار صغير لتحت في اليمين ديال الشاشه، مكتوبه فيه فايل ابديتد. عرفتي بدا قلبي كيضرب بواحد السرعه ما يمكنش، بحال الطبل. وانا نهز لا سوري كليكيت على الملف، هو يتحل بالزربه وبان داخل ديالو فولدر فيه حاجه وحده، اوديو 1.mp3. قلت واش هذا الملف كيخزن تسجيلات؟ زعما هذا تيدير ليا لونجسترومون ديال التسجيلات، بلاتي نسمع كاع نشوف. هي هذيك درت لي زيكوتور في ودني وضغط على بلاي. بدا كيتسمع الصوت ديال الصداع خفيف، من بعد بان واحد الصوت واضح، وكان الضحك، وكان الحركه ديال الكيسان المعالق تقرقبوا. قبل ما نكمل ونستوعب سمعت الصوت ديالي انا كنقول اش بان لك في الفيلم اللي شفتي البارح؟ انا هنا جمدت في بلاصتي، حيت هاد الجمله قلتها البارح في القهوه مع صاحبي. حتى هو ضحك ورد عليا عيانه صاحبي هذاك الفيلم. والتسجيل كان جايب الحوار ديالي انا وصاحبي كامل كلمه بكلمه وبنفس النبره، حتى الضحكه الصغيره اللي ضحكتها في ديك اللحظه حتى هي تسجلات. قطعت التسجيل ورميت لي من ودنيا وانا حاسس بلي الدم وقف ليا في ركابي. وانا نوض من بلاصتي جبت واحد الدوره في لا شومبر ديالي، بقيت كنشوف كيفاش واش هادشي كان شي واحد كيسجلنا ولا تليفوني اللي خدمت التسجيل ولا مرض ليه ولا شنو، ياك ماشي واحد دايرنا شي كاميرا مخبيه. بقيت كنقول مع راسي ويلي شي ابليكاسيون هادي
اللي خايبة كدير تسريب، ولا يمكن أنا اللي خليت الميكروفون ديال التليفون ديالي كيسجل بلا ما رد البال. ولكن بلاتي أنا البارح كنت داير التليفون في الجيب ديالي وما قربتوش لودني، كيفاش حتى تسجل الحوار كامل من زاوية بعيدة وبهاد الوضوح؟ صافي هنا راسي وقف، الشعر ديال راسي وقف، وانا نقول لا، بلاتي نطفي هاد البيسي بعدا. يلا جيت نطفيه، ولكن عاوتاني الفضول ما خلانيش، وانا رجع عاوتاني كليكيت على داك الملف وبان ليا فولدر جديد فيه اوديو دو ام بي 3. وانا نقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بلاتي عاوتاني نضغط نشوف شنو هادشي، نشوف واخا لاخر مره. فعلا كليكيت على الملف وكان الصوت هو صوتي في الدار، انا كنهضر بوحدي في البيت ديالي البارح في الليل. ما بغيتش نسمع هادشي تاني، تجمدت، حيت هذه نفس الجملة اللي قلتها وأنا كندوي مع راسي قدام البيسي، كنت بوحدي ما كان معايا حتى شي واحد. شكون اللي غيكون سجلني؟ حطيت لي زيكوتور في ودنيا وانا كنحس بالبرد داير ليا من ورا ظهري. ديك الليلة ما قدرتش ننعس الصراحة، كل ما جيت نسد عينيا كنسمع في ودنيا نفس الصوت ديالي اللي راجع من التسجيل. داز ساعة، دازو سوايع وداز 2 ديال الصباح 3 وانا باقي مخلوع. ملي وصلت 4 ديال الصباح انا كنت ناعس في بلاصتي، واحد شويه الشاشه ديال البيسي غتشعل بوحدها والمؤشر ديال لاسوغي بدا كيتحرك بوحدو. نط قفزت من بلاصتي وانا ندخل لقيت دخل الملف 3 فولدر 3 اللي كانت مكتوبه فيه اوديو 3، والملف هنايا خدم بلا ما نقيس انا حتى شي حاجه. كان صوتي واضح وانا كندوي مع راسي هاد المرة بصوت مبحوح، شكون كيتفرج فيا؟ انا خرجت الصوت من حلقي، لا غطيت الشاشة بواحد الزيف ورميت السماعات بعيد. صراحة من بعد هاد المشهد هذا صافي بقيت انا نهار كامل وانايا شاك في كلشي، حتى صحابي اللي جلست معاهم في الصباح بقيت كنشوفهم بحال هما عارفين و ومطلعينها عليا. جا الصباح جيت نفطر باش نخرج في حالي، هي تقولي ويلي مالك اولدي مال وجهك صفر؟ بقيت تنضحك ديك الضحكة الصفرا وانا نقول لها لا والو غير النعاس كان مقلوب ليا. ولكن الحقيقة ما كنتش عارف اصلا شكون كيسجلني وعلاش ولا فين غادي يوصل بيا هادشي. انا في ديك اللحظة حسيت باللي هاد الملف هذا راه ماشي لعبة، هاد الملف داير بحال شي مراية رقمية اللي كيبان فيها كلشي، حتى اللحظات اللي ما خصهاش تخرج من راسي. اش غنقول لكم، هذاك النهار عشت واحد الجحيم عمرني غنساه، الجحيم ديال التسجيلات اللي خلاني نقول مع راسي لا زير معانا صاحبي، خصك تكون قوي، خصني نعيش حياتي عادي وما نديهاش في هاد التخربيق الخاوي. هي هذيك مشيت عاوتاني لافاك، حضرت المحاضرات ديالي، تلاقيت مع صحابي، ضحكنا شويه، ولكن كل مره كنتفكر هادشي اللي وقع ليا مره وكان كتبقى تشدني واحد الخلعه في الداخل ديال قلبي، كنت ما مرتاحش مزيان. كل ما كنضحك مع شي واحد كندور راسي كنشك فيه، تنقول ويلي واش عارف هذا شي حاجه، واش هو اللي كيسجلني؟ المهم دخل ليا الشك في راسي نهار كامل وانا غير شاك في الناس اللي حدايا واللي دايرين بيا. سالا هذاك النهار ورجعت للدار مع المغرب تقريبا، انا نقول اليوم لا، اليوم ما غاديش نشعل البيسي، خليني نرتاح واحد شويه. المهم تعشيت قريت واحد الكتاب صغيور ومشيت لفراشي باش نعس، وانا هكاك مع نص الليل تقريبا ديك 12 12 ونص وانا غارق في التفكير ديالي مع ما جانيش النعاس شويه، هو بدا التليفون ديالي كيصوني. هزيتو انا ناعس، يعني ناعس وفايق ما بين الفياق والنعاس، ولكن ملي شفت الشاشه ديال التليفون صافي اش نقول لكم الاخوان، انا هنايا ماشي شدتني الخلعه، انا قلبي غيسكت. كتبان ليا في الكول اي دي دون نوت اوبن، اقسم بالله الدراري لا قلبي جمد، بدا كيضرب بحال شي مطرقه، حسيت للحظه بانه راه مت وحيد. قلت وايلي اش هادشي، لا ماشي حتى الكونتاكت عندي تلقى فيه هاد السميه، لا ما يمكنش. بقى التليفون كيصوني ما بغاش يصدى، مديت يدي ودرت سويب باش نجاوب. في الاول كاين غير الصمت وبقيت ساكت وكنسمع، وانا كنسمع هكاك طالقه ودني كنسمع واحد التنفس ضعيف وبعيد، وانا نقول بواحد التردد الو شكون؟ ما جاني حتى رد صراحه حتى لاخر لحظه،
وكنسمع صوت مشوه بحال ديال شي تسجيل بشي جودة ضعيفة. قال كلمة وحدة: راك مراقب. هنا الرعشة زادت في قلبي كامل. سديت بالزربة لابيل وانا رميت التليفون فوق الناموسية وجلست كنسمع غير الدقات ديال قلبي وانا حطيت يدي على قلبي وكنهج بالجهد. من بعد واحد الدقيقة رجع التليفون عاوتاني كيصوني وعاوتاني نفس الاسم: do not open. قلت لا، مستحيل انني نجاوب مرة اخرى. خليته هكاك تيصوني مبغاش يزقى من صونيت حتى سكت وقلت مع راسي الحمد لله ها هو سكت. شوية توصلني واحد نوتيفيكاسيون ميساج مكتوبة فيها: علاش ما جاوبتيش. انا كنهضر مع راسي وبقيت كنقول ويلي، واش هذا شي حلم ولا واش انا ناعس ولا فايق ولا شنو هادشي؟ راه ما يمكنش. وانا كتب ليه بالزربه ميساج، كتبت ليه: شكون انت؟ شنو بغيتي مني؟ هو يقول لي: ما تقدرش توقفني. هاد الليله ما نعسش، ما شفت فيها النعاس. كنت كل دقيقه كنسمع الصوت ديال لابيل فودنيا، وحتى وانا تنشوف في التليفون بانه ما كيصونيش، ولكن هذاك الوسواس اللي دار ليا داك التليفون ما يمكنش، ما قدرتش نعس. واحد الوقيته وانا نقول لا عاد ما نشترجم غنطفي التليفون باش نعس. فعلا طفيتو ومشيت باش نعس، ولكن مع 3 الصباح غادي يشعل بوحدو. تخيلوا معايا الاخوان، تليفون طفيتو وغيشعل بوحدو والشاشه كانت كلها بيضة وفيها جمله واحده فقط اللي هي: راك مراقب. انا هنا صافي الاعصاب ديالي فقدتهم. نط كنجري، طلعت فوق طلعت لفوق الحاسوب ولقيتو حتى هو خدام والملف مفتوح وكيديروا فيه فولدرات جداد. ما يمكنش. انا من الصدمه ما بقيتش عارف شنو غندير. شويه تبان ليا واحد الفولدر مكتوبه فيه كاميرا، هي هذيك. ضغطت عليه لقيت فيه فيديو صغير ما فايتش 5 ديال الثواني. ضغطت على بلاي وكان الفيديو ديالي انا وانا جالس في الغرفه ديالي في هذيك اللحظه بنفس الملابس وبنفس الوضعيه. الفيديو مصور من الزاويه الفوقانيه بحال شي كاميرا كاينه في السقف، وقبل ما يسالي الفيديو بان نفس السطر لتحت مكتوبه فيه: راك مراقب حتى وانت دابا كتفرج فيا. انا هنا صافي، انا ما بقيتش قادر نفكر. حطيت راسي بين يديا وكنحس بلي الدماغ ديالي غادي يتفرقع. ما بقيتش عارف واش انا في العالم الحقيقي ولا كاين وسط شي لعبه ديال التجسس اللي ربحاني في هذه اللحظه. والهاتف تيتحرك بوحدو، البيسي كيسجلني، الملف كيكتب كلمات اللي كتدخل ليا حتى لعقلي. قلت مع راسي لا ما يمكنش، انا خصني نهرب، خصني نخرج من هذا الجحيم سينو غنتسطى. هنا بديت يقول لي راسي خصني نهرب لشي بلاصه اللي ما فيها لا انترنت لا اجهزه لا والو. وما كنتش عارف باللي قرار الهروب غادي يكون اسوأ قرار غناخدو في حياتي. من بعد هاد الليلة الكحلين اللي دازو عليا والفيديو اللي شفتو بانه شي حد مصورني في البيت ديالي، انا ما بقيتش قادره نكمل هكا. الدماغ ديالي وقف والقلق ولا عندي بحال شي وحش كياكل فيا من الداخل. هنا قلت مع راسي لا ما علي ما نجلس ندير هنا، خاصني نمشي شي بلاصه ما فيهاش الاجهزه كاملين، شي بلاصه بعيده ما فيها انترنت ما فيها تغطيه ما فيها ريزو ما فيها حتى شي حاجه. يمكن هادشي ملي نرجع نولي طبيعي كما كنت. صافي هي هذيك، قررت انني نمشي لعند دار جدي اللي كاينه في الدوار. كانت واحد الدار اللي قديمه كاينه وسط الجبال، ما فيهاش الويفي ما فيها ريزو، كانت الشبكه فيها ضعيفه بزاف. الا بغيتي دوز ابل كيخصك تخرج من الدار تمشي واحد المسافه باش يشد ليك الريزو. وفي الليل كتكون بلاصه واحد ظلام كحل بزاف اللي حتى السما ما كتشوفهاش، ما كتشوفش السما بوضوح. قلت صافي هذا هو البلان، هذه هي البلاصه اللي غادي نرتاح فيها. هي هذيك. جمعت شويه ديال الحويجات وهزيت الدفتر، ما بغيت ناخدش معايا لا بيسي لا حتى شي حاجه. قلت غادي نجرب لاخر مره قبل ما نسافر، حيت الفضول اللي فيا ما كانش طبيعي. هي هذيك. حليت البيسي وانا نشوف الملف واش غادي يبقى تابعني ولا لا. جمعت شويه ديال الحوايج في واحد الشنطه صغيره وهزيت واحد الدفتر وانا نقول بلا ما ناخد معايا البيسي.
ولكن واحد الراس قال لي ديه، شوف يمكن نجرب تما لاخر مره نشوف واش هاد الملف غيبقى تابعني فين ما مشيت ولا لا. هي هذيك، هزيت الباكاج ديالي ومشيت. طلعت في الطوبيس مع العصر، والنهار بدا غادي يليل. الطريق كانت طويله الصراحه، وانا جالس وغارق في الصمت ديالي، كنسمع غير الصوت ديال الروايد ولا ديال الدراري الصغار اللي تيغوتو. انا جالس وكندوي مع راسي كنقول: يوسف راك غير كتوسوس، منين غادي تبعد على المجال الحضاري وغتبعد على البلايص اللي فيها الريزو؟ هاد القصة كلها غادي تسالي. هي هاديك، وصلت مع المغرب، الجو كان بارد شوية والدوار كان مكالمي، كتبقى تسمع غير الصوت ديال الكلاب اللي كتنبح من بعيد. دخلت للدار ديال جدي، كان السقف ديالها ديال الخشب، والريحة ديال الرطوبة كاينة في الحيوط ديالها، وكانت مضوية غير بواحد الشميعة، وديك الشميعة كتزيدها غموض على غموض. قلت صافي، الله على راحة، هذا هو المكان اللي غادي يخليني نرتاح نفسيا. هي هذيك، تعشيت بالزربة وانا نشعل واحد الشميعة كاينة حدايا، والبيسي كان في الشنطة ديالي ما حليتوش. يلا تفرجت في الفراش، وبقيت كنسمع الصوت ديال الكلاب كينبحو، والخشب اللي بحال كيتحرك شوية، والريح اللي كتحرك الأوراق ديال الشجر على برا. المهم النعاس بدا كيدخل ليا شوية مع عينيا، صافي تنحس براسي بأنني فعلا صافي عييت، بغيت نعس نرتاح. حتى كتوصل ديك 3 ديال الصباح، فجأة غادي نسمع صوت خفيف بحال شي كليك في الكيبورد. حليت عينيا، دورت راسي لجهة الساك، تتبان ليا الشاشة ديال البيسي شاعلة بوحدها بلا ما نشعلها أنا. كيبان ليا الضو بيض اللي ضوى على البيت كاملة. نطت من بلاصتي وبديت كنتمشى بواحد الخطوات ثقيلة وانا واقف قدام البيسي. مع حليتو، مع كيبان ليا سطح المكتب ديالو فيه واحد الأيقونة ديال do not open. بقيت ساكت ومصدوم وما عرفتش شنو غندير. ضغطت عليها وانا قلبي كيضرب بحال شي طبل. بان فولدر جديد سميتو welcome to the village. فتحته وانا نلقى واحد الفيديو كان مظلم، ولكن كان بان فيه انا داخل الدار ديال جدي البارح مع المغرب، وهاز الباليزه ديالي في يديا. الفيديو مصور من برا، من زاويه بحال شي واحد واقف في الظلام وكيتفرج فيا. هنا انا بقيت كنتنفس بواحد الجهد ما يمكنش، يديا بداو تيتعرقوا، راسي بدا كيتمشاو فيه النمل. قبل ما يسالي الفيديو بان سطر لتحت مكتوبه فيه: راك مراقب، ما يهمش فين غادي تهرب. سديت هذاك البيسي بالزربه ودفعته لداخل ديال الشنطه ديالي وسديت عليه. خرجت للزنقه في الليل والدوار ومظلم، وانا ضاقت بيا، ما قدرتش انني نبقى جالس في الدار. كان الليل في الدوار مظلم بزاف، والبرد كيدخل في العظام. سمعت الكلاب كتنبح، وحسيت بحال شي واحد اللي مخبي في داك الظلام. هي ديك صافي رجعت للدار وسديت الباب ديال الحديد وشعلت الشمعة وجلست في الوسط ديال البيت. يعني بقاو كيدورو في كل قنيته في الدار، في هاد البيت اللي انا جالس فيها. اي تحريكه ديال الخشب ولا ديال الشجر كتخليني كنقز من بلاصتي. بقيت كنقول لا، ما يمكنش، هذا شي حد اللي تابعني. وراسي بدا تيقول لي ها هما جايين، ها هما جايين، وانا ما عرفتش شكون هما، ولكن المخيله ديالي هادشي كان فيها. فهاديك اللحظه الصراحه حسيت بحال هاد الملف هاد اللعنه ديال هاد الملف راه كضحك عليا، بحال قالت لي راه واخا تقدر تبدل البلاصه ولكن ما تقدرش تبدل المصير. بقيت هكا جالس في وسط البيت وانا مصدوم. الشمعة غدا تنقص شوية بشوية، وكان الظل ديالي تيبان في الحيط بحال كيشطح في الحيط. داك البيسي كان قدامي في ساكادو ديالي وانا ساكت، ولكن انا عارف بان هاد الصمت ماشي هو هذاك، هاد الصمت فيه شي فخ. انا نقول مع راسي: انا دابا مبقاش عندي فين نهرب، الا كان خاصني نواجه شي حاجه خاصني نواجهها دابا. هي هذيك، جبدت البيسي ديالي من وسط الصاك، كليكيت على زر التشغيل، ويطلع ليا الشاشه ديال البيسي. في سطح المكتب بانت ليا الايقونه مكتوبه فيها do not open. ضغطت عليها، تحل فولدر جديد مكتوبه فيه final.
دخلت الملف لقيت سميتو readme.txt، فتحتو ولقيت جملة وحدة: عطيناك فرص ولكن راك باقي كتهرب. الجسم ديالي في هاد اللحظة كله بدا يرتعش. عيني صراحة طاحت على واحد السطر قريتو كتر من مرة وحسيت انه مكتوب ليا بوحدي. قلت ما غاديش نسكت، فتحت البلوكنوت جديد وكتبت: شكون انت؟ علاش كتراقبني؟ شنو بغيتي مني؟ وانا نصيفته في الفولدر. بقيت واحد شويه ديال دقائق ولا شويه ديال الثواني ويبان ليا الملف اختفى وتعوض بواحد جديد ويكتب ليا: انا ماشي شخص، انا نظام وانت جزء مني. في هذيك اللحظة حسيت بالأرض تهزات من تحت رجلي. مبقيتش عارف واش كنهضر مع إنسان ولا كنهضر مع شي بروغرام ولا كنهضر مع شي خيال ديالي. صافي هنا التليفون ديالي تا هو بدا تيشعل فيه الضوء وتيوصلوني بزاف د الإشعارات وحدة ورا وحدة كلهم مكتوبة فيهم: راك مراقب، راك مراقب. الطابليت ديالي حتى هي نفس الحاجة، حتى واحد التلفازة قديمة ديال جدي بانت فيها نفس الرسالة بخط بيض. صافي هنا الشمعة طفات والظلام غطى على كلشي إلا الشاشات اللي كانوا كلهم فيهم جملة وحدة اللي هي: راك مراقب. هنا خديت التليفون وسجلت فيديو وانا كنهضر وانا نقول: انا يوسف، هاد الملف دخل لحياتي وخربقها، كيسجلني، كيتحكم ليا في الاجهزه ديالي، ما عرفتش شكون وراهم. اذا كان شي حد لقى هاد الفيديو تيقني، انا راه ماشي مهلوس، ولكن راه بصح كنت مراقب. ساليت وملي بغيت نشوف الفيديو لقيتو تبدل. انا كنشوف راسي في الفيديو كنقول: انا جزء من النظام، انا جزء من النظام. وانا ماشي هذا هو الكلام اللي قلت. سديت البيسي بالزربة وضربته برجليا حتى تهرس. قلت صافي هاني ساليت. ولكن فجأة التليفون ديالي بدا كيصوني. شديته وانا نشوف الشاشة كتبان ليا نفس السمية: do not open. ما جاوبتش بصراحة، خليته كيصوني حتى سكت. من بعد ما دازت واحد الدقيقة جاني SMS مكتوبة فيه: راك مراقب، راك مراقب حتى وانت كتعاود القصة ديالك. انا اليوم هنا كنحكي لكم هاد القصة وما متأكدش واش هاد الملف غادي يسالي هنا ولا باقي تابعني. يمكن حتى وانت كتشوف هاد الفيديو راه كاس كيسجلنا انا وياك. وهذه هي قصة الملف الغامض، ملف صغير اللي كان تيليشارجيه من الانترنت وكيقلب ليا حياتي رأسا على عقب. من هذاك النهار ما بقاتش عندي خصوصيه، لا مع البيسي ديالي ولا مع التليفون ولا حتى مع راسي. واللي كيخلع بزاف هو ان ديك الرساله ما كتبدلش: راك مراقب. انا ما عارفش واش هاد شي فيروس ولا نظام مراقبه متطور ولا غير شي كابوس طويل، ولكن عارف حاجه وحده: هي حياتي ما بقاتش ملك ليا. وانت اللي كتشوفني دابا، الا جاك ملف مكتوبه فيه دو نوت اوبن، واش غادي تحلو ولا غادي تسد البيسي ديالك وتخليه؟ كتبوا لي الراي ديالكم في الكومونتيرات. ما تنساوش ديروا لايك وتشتركوا لي في القناه وخليوكم معايا لانه غادي نشوفوا قصص ولا اروع. ونتلاقاو في قصه جديده. سلامه.